في الجزء الثاني من سلسلة ملكة الثلج كيبدا الفيلم في الماضي ملي كانوا البنيتات باقين صغار، وكنشوفوا هنا إلسا وأنا وهما مازال صغار، وباباهم الملك كيكون كيعاود ليهم قصة غريبة على واحد القوم سميتهم نورسالدا، وكانوا عايشين في الغابة وكتحميهم قوة الطبيعة الأربعة اللي هي النار والهواء والماء والأرض، وهذا الشيء اللي كان مخلي حياتهم مختلفة على بقية الشعوب. والملك تعرف عليهم وكان هو بط الملك الحالي، يعني هو جد أنا وإلسا، والملك بنى ليهم سد باش يجمعوا فيه الماء. دار هاد الشيء كعربون محبة منه ليهم، وكيمشي هو ولده الصغير اللي جالس دابا وهو كبير وكيعاود القصة لبنياته، وكيكمل لهم القصة وكيقول لهم باللي مشى مع باباه باش يحتفلوا مع قبيلة نورسالدا ببناء السد، ولكن فجأة هجموا عليهم ناس هاد القبيلة وباه مات في هاد الحرب، وهاد الحرب خلات الغابة تغضب عليهم والقوة ديال الطبيعة جعرات، والملك الصغير طاح للأرض وفقد الوعي، وكيبقى يسمع في ودنو صوت موسيقى وكيتنقد، ولكن ما كيعرفش شكون نقدو، وكيرجع للمملكة ديالو وكدوز سنين وكيكبر وكيتولى هو الحكم في بلاصة باه. وهنا كيقول لبناته انه من ديك الوقت عمره مازال ما مشى للغابة، حيت من مورا ديك الحادثة جا في الغابة واحد ضباب خايب كيمنع اي واحد يدخل الغابة، واي واحد دخل ديك الغابه ما كيخرجش منها. وإلسا بقات مصدومه من الغدر ديال هاد الناس، لانه علاش جدها ما دار غير الخير وبنى ليهم سد وهما ناضوا هجموا عليه وقتلوه. وكتجاوبها ماماها وكتقول ليها باللي الوحيد اللي عارف الاجابه على هاد السؤال هو الواد، هو بوحدو اللي عارف السبب. ومن بعدها كندوزو للوقت الحالي وكتبان لينا إلسا وأنا وهما كبار من بعد ما سلاو احداث الجزء الاول من الفيلم اللي كانت النهايه ديالو كما شفنا ان إلسا رجعت للقصر مره اخرى وقدرت تحكم في قوتها، والناس كلهم كانوا فرحانين ليها. وأنا كانت لقات حب حياتها، ورجل الثلج حقق أمنيته أنه يولي عايش في فصل الصيف. وإلسا هنا كتكون كتسمع موسيقى جاية من الغابة، وهي نفس الموسيقى اللي باباها عاود ليها عليها. وأنا كتلاحظ أن أختها متوترة وكتجلس حداها وكتحاول أنها تطمئنها، وقالت ليها أن الأمور كلها غادي تكون بخير. وفي الليل إلسا وهي ناعسة كيفيقها داك الصوت من النعاس، وهاد المره كتخرج باش تقلب على هاد الصوت منين جاي وديالاش، وكانت مستغربه حيت علاش هي اللي كتسمع هاد الصوت بوحدها اما الناس الاخرين ما كيسمعوش. وبقات غاديه ووصلت للواد ولاحظت ان القوه ديالها بدات كتزاد لدرجه قدرت تكون بلورات من الثلج، ولكن فجاه هاد الاشكال كلها كيغيب ليها الاثار والما كيغبر من كاع البلايص في المملكه، وكتجي واحد العاصفه قويه كتضرب المملكه والارض كتزعزع. وكتفهم إلسا ان عناصر الطبيعه الاربع كيهاجموا المملكه ديالها، وكتخرج إلسا الناس كاملين من المملكه قبل ما تجي لهم قوه النار وتسيح العافيه في المملكه. وهنا كيجيو الاقزام اللي كانوا عالجوا أنا، وكيقول الزعيم ديالهم لإلسا انها خصها تقوي قلبها حيت عناصر الطبيعه في الحرب كيحتاجوا القلب قوي بزاف باش يقدر يواجههم. وكيقول لها زعيم قبيله الاقزام انه كاين شي سر زمان من ايام جدها الملك، وقال لها هاد السر خصنا نعرفوه ونفهموا شنو طاري وعلاش عناصر الطبيعه غضبانه، حيت لا بقاو هكا المملكه كلها غتدمر. وكتقرر إلسا انها تمشي للغابه حيت كاع الاجوبه اللي باغا تعرفها وضرها في راسها غادي تلقاهم في الغابه. وشدات الطريق ومشات معها اختها أنا وكريستوف ورجل الثلج، ما بغاوش يخليوها بوحدها وخلاو المملكه تحت حكم ملك الاقزام بيد ما رجعوا من الغابه. واخيرا هنا وصلوا للغابه، ولكن في الدخله الغابه كان واحد الحاجز عباره على ضباب مانع اي واحد من الدخول. وإلسا كتستخدم القوه ديالها وكيقدروا انهم يدخلوا للغابه، ومن بعد هاد الضباب كيتسد عليهم والداخل كيشوفوا السد اللي جدهم بناه زمان. وكريستوف كيقول لهم باللي هاد السد الا طرات ليه شي حاجه فكاع هاد هذا غادي يصدق فايده على المملكه وغيدمرها. وهنا كتهاجمهم قوه الهواء بواحد الاعصار، وإلسا كتستخدم القوه ديالها وكتقدر تجمد الماء، وديك الساعه الماء تحول تماثيل. وشافوا في هاد اللحظه واحد التمثال ديال واحد المراه كانت كتحاول تنقذ باباهم فاش كان صغير، وفجاه كيهجم عليهم حراس من إيراندل وحراس من رولسيلدا، وهادو كانوا الحراس ديال زمان من ديك الحرب اللي كانت وقعات شحال هادي. والضباب حبسهم من ديك الوقت لدابا في الغابه وما عمرهم عرفوا كيفاش يقدروا يخرجوا. وشويه كتهجم عليهم قوه النار وكتغلبها إلسا، وشويه الملكه نورسيلدا كتلاحظ ان أنا لابسه واحد الكاب
ديال قبيلتهم وسولاتها عليه، وقالت لها انا باللي ماما اللي عطاتو ليا، وكيفهموا باللي اللي نقدات باباهم زمان فاش كانوا وليد وحصل في الغابه هي ماماهم، وما كانش عارف شكون اللي نقدو واخا كبر، وكانت لابسه هاد الكاب. وكنشوفوا هاد الشيء عبر هاد التمثال هذا، وبهكذا العداوه بين هاد الجوج قبايل غتسالي، حيت ماماهم ملكه ايراندل طلعت اصلا من قبيله نورسيلدا. وفي الليل إلسا كتجلس مع واحد البنيته من نورسيلدا وكتعرفها على الارواح الاربعه، وكتقول لها باللي كاينه مازال واحد الروح خامسه وهي اللي رابطه هاد الارواح بربعه، ولكن ليومنا هذا حتى حد ما عارفها. وكتقول لها باللي الصوت اللي كتسمعه كل نهار جاي من الواد. وتاني نهار كتمشي إلسا مع انا للواد، وكيخليو كريستوف مع القبيله د ماماهم، وفي الطريق كيلقاو هذاك الباطو اللي ماماهم وباباهم ماتوا فيه في العاصفه فاش كانوا مسافرين، وكيكونوا معجبين كيفاش حتى السفينه وصلت حتى لهنا، ودخلوا لداخل السفينه وبداو كيقلبوا حتى لقاو واحد الرساله من ماماهم كاتبه فيها ان اخر بلاصه في الواد هي بالضبط مصدر القوه السحريه اللي عند إلسا. وكتشطف إلسا بالقوه ديالها الماء اللي تحت من السفينه باش تشوف احداث الماضي وشنو طرا، وكتلقى باللي والديها كانوا غاديين باش يقلبوا على مصدر القوه ديالها ويفكوها منه وتعيش حياتها طبيعيه بحال كاع البنات، يعني والديها ضحاو بحياتهم على قبلها. وكتحزن إلسا وكتحس بتأنيب الضمير، وكتقول انها هي السبب في موت والديها، وانا كتهضر معاها بالعقل وكتقول لها باللي ما كاينش علاش تقلق، بالعكس البلان وما فيه ان امها زمان فاش كانت نقدات العدو تقبلتهم اللي هو باهم طبيعه كفاتها بانها عطات قوه سحريه لبنتها الكبيره وخلاتها مميزه على الاخرين. وقالت لها بالعكس هذه راه هديه، وإلا كان شي حد غيعتق قبيله نورسيلدا فراه هي انتي. ووافقات إلسا، ولكن قالت لها ما نقدرش نعرض حياتك حتى انتي للخطر، وكتصنع باطو صغير وكتصيفطها هي ورجل الثلج فيه. وتحركات إلسا من تما وركبت على واحد الحصان مصنوع من القوه ديال الماء ودخلت به وسط الماء، وفعلا وصلت إلسا لاعماق الواد ولقاتو جامد. وفاش دخلت لقات باللي الصوت اللي كانت كتسمع ديما في ودنيها فعلا جاي من هنا. وفاش زادت دخلت لداخل لقات باللي هي الروح الخامسه اللي البنت عاودت ليها عليها، وانها هي اللي كتربط هاد القوه بربعه مع بعضياتهم. وهنا كتقدر انها تتحكم في هاد القوات بربعه تحكم كامل، كتقدر انها تشوف الذاكره د الماء من ايام الحرب ما بينهم وبين نورسيلدا وكاع الاحداث اللي وقعوا، وكتعرف باللي جدها الملك هو الغدار في هاد القصه، هو اللي جا منه العيب الاول وغدر بالملك نورسيلدا وقتلو حيت ما كانش تايق فيه، حيت كيستخدم قوه الطبيعه. وعرفت باللي هو بنى لهم داك السد ماشي محبه في ديك القبيله، وانما تخطيطا منه باش يخلي الغابه تنقص القوه ديالها بداك السد. ومنين عرفت إلسا الحقيقه كامله القوه ديالها بدات كتغبر وبدات إلسا كتجمد. وفي ديك اللحظه إلسا صيفطت رساله لختها باش تعرف شنو كاين قبل ما تجمد كامله وتموت وتخليهم ما عندهمش الخبار شنو طرا زمان. وفعلا الرساله وصلت في البلاصه لأنا وعرفت الحقيقه ديال جدها وفعيلو الخبيثه، وكتفهم أنا باللي باش ينقذوا الغابه وما تبقاش غضبانه منهم خاص ضروري يهدموا داك السد اللي جدها بناه زمان. وكتلاحظ أنا ان رجل الثلج بدا كيدوب، وكتفهم باللي إلسا حتى هي غتكون كتموت دابا. تجيها خطه في دماغها وكتبدا تنفذ فيها، وكتمشي عند العمالقه اللي مصنوعين من الحجر وكتفيقهم من النعاس، وكيركبوا هي وماستروف على الغزاله وكيمشيو في اتجاه السد باش العمالقه يتبعوهم كيجريو، وبهكذا السد يتهدم. ولكن تعرضوا لهم الحراس وحاولوا يمنعوها، وانا كتشرح لهم باللي اختها إلسا ضحات براسها باش تكتشف الحقيقه اللي وقعت زمان وانهم خاصهم يعاونوها. وكيوافقوا الحراس وكيبداو يعاونوها وبداو كيجعروا في العمالقه باش يجوا في اتجاه السد. وفعلا هادشي اللي طرا، السد راب والماء اللي مجموع فيه تحرك. وفي هاد اللحظه بانت علامه القوه الاربعه في السماء وكتبان معاهم القوه الخامسه اللي هي إلسا. وهنا إلسا كتحرر من داك الثلج وكتستخدم الماء وكتركب الحصان باش توصل عندهم، ودارت واحد الحاجز كبير من الثلج باش تمنع الماء اللي خرج من السد انه يفيض على مملكتها ويدمرها. ومن بعد كيختفي داك الضباب وكترجع الشمس للغابه مره واحده اخرى. وهكذا كتكون إلسا نقدات القبيلات بجوج، وانا كتعنق إلسا وكتطمئنها إلسا على المملكه ديالهم وكتشكرها على الشجاعه ديالها حيت قدرات تصرف وعتقاتها وعتقات المملكه. وكتقرر إلسا انها تبقى
مع القبيله ديال ماماها وكتسلم الحكم ديال مملكه ايراندل لختها انا، وبهكذا كيكونوا الخواتات هما اللي شادين حكم المملكه بجوج، مملكه ايراندل ومملكه نورسيلدا. وبهكا كتكون هذه نهايه الجزء الثاني من فيلم ملكه الثلج. اذا عجبكم الفيلم ما تنساوش لايك وتعليق، عطيوني فيه ارائكم، وما تنساوش متابعه القناه باش يوصلكم كل جديد ملخصات الافلام. في امان الله.